اي ست بيت. احنا بنيجي النهارده بنقول لك لو حضرتك شنطه السوق بتاعتك اتبهدلت، بدل ما تروحي تجيبي عجله جديده بشنطتها، لا احنا بنعمل شنطه من اول وجديد، الخامات اللي احنا عايزينها، الكفاءه اللي احنا عايزينها، وبتوفر معاكي اكتر من 3/4 مبلغ العجله. وده قماش اللي حضرتك بتجيبيه اي فضل عندك، انا بعوز كل اللي بعوزه متر. اي فضل عندك في البيت، باقي انتريه، باقي تنجيد، باقي اي شيء، انا بشغلها كده، بنبدا نفصلها زي ما انتم شايفين. بتبقى ازاي كده عليها؟ لا مش هتنفع بقى تظهر عليها غير لما تبقى تتقفل. طبعا ده القماش لسه احنا مفصلينه من الاول خالص اهوت، ولسه هنعملها شنطه سوق ان شاء الله تعيش بدل السنه 5 بالكفاءه اللي انت عايزاها، بالخامه اللي انت عايزاها، بالتوفير اللي انت عايزاه كمان. طيب قول لي بقى، هي شنطه السوق دي بتبقى بكام؟ شنطه السوق النهارده ما تقلش عن 300 350 400 جنيه. دي البدايه يعني. ممكن تغلى اكتر، ممكن اعلى، ممكن بتزيد اكتر من كده بكتير يعني ممكن 500 كمان 700 بتزيد. النهارده السعر مش ثابت، وطبعا الشنطه دي ست البيت بتحتاجها على طول اساسي في تموينها، في سوقها، في اي طلب بتستسهلها. بتيجي تشيل ما تشيل على راسها او تاخد توك توك، لا بتجرها وبتنقي حاجاتها براحتها. اللي قدامنا ده قماش الست بتجيبه، ده القماش اللي الزبونه هنا جايباه. واي قماش اللي الزبونه بتجيبه انا بسيب موضوع القماش للزبون. هو ايه اللي بيعطل في الشنطه وايه اللي بيخرب في الشنطه؟ بالنسبه للعجله نفسها اللي بيبوظ فيها العجل زي كده، تمام، بنغيره، بنركب غيره، بنرجعها من اول وجديد. كل شيء بيتعمل فيها. عندك هنا قطع غيار للعجل، بيجيب كل حاجه بس بطلبها. والقماش لو اتقطع بنتغير وبنعمله افضل يعيش بدل السنه 5. جميل. وتكلفه الشنطه كمان كلها بتبقى بكام يعني؟ تكلفه الشنطه كلها على بعضها بسوساتها بتخيطها بتفصيلها في حدود 100 جنيه. 100 جنيه يعني ممكن توفر مثلا ليها 500 جنيه. طبعا توفر اكتر من 500 جنيه كمان. 100 جنيه بس. بتعمل وعجله السوق مهما كان فيها الحمد لله والشكر لله بنصلحها وبنرجعها عجله سوق تاني. جميل. وبترجع بقى الشنطه هنا بتعمل لها سوست علشان لو هتشيل فيها حاجه بتاع الشنطه اللي هيبقى ورا ان شاء الله، ما دام تحط فيه البوك بتاعها، تحط فيه اي شيء تاني اهوت. جيب يشيل نص مليون جنيه اهو. نعملها شنطه سوق من اول وجديد، وتقفلها بقى على قد دي، تتقفل على قدها جديده وتعيش احسن من الاول. ده شيء اكيد. احنا معانا خامه جايبينها بايدينا، حاجه متينه وفي نفس الوقت بتوفر عليها تلتين التكلفه مثلا. طبعا بتوفر عليها اكتر من تلتين التكلفه كمان. يعني النهارده ما عادش حد يرمي القديم. لا ما عادش حد يرمي القديم خالص. في اي حاجه عندكم حل لكل مشكله. كل الحمد لله. مشاية الاطفال عندي ليها حل بامر الله. شنطه السفر بجميع انواعها، شنطه المدرسه بجميع انواعها. زي كده شنطه المدرسه زي كده، زي كده. شنطه زي ديت السوسته بتاعتها باظت، ما عادش حاجه تترمي. السوسته باظت خالص اهو. حضرتك مكانك فين؟ نغير. حضرتك مكانك فين؟ مكاني في مدرسه منيا القمح، امام مدرسه ام المؤمنين بجوار بنك مصر. تمام. شرقيه. شرقيه.